ليه هنا الزاهد هي انجح واحده في جيلها، وازاي قدرت توصل للمكانه دي، وايه هو سر نجاحها. هنا الزاهد البنت مروه عامله لي تاتو على اول الشارع ان انا انسانه رومانسيه جدا وبحب الحب قوي، ما بعرفش احب حد في سني قوي، يعني لازم يبقى اكبر شويه. هنا الزاهد اسم له مكانته في عالم الفن دلوقتي، ورغم بدايتها المتواضعه زيها زي اي حد بيشق طريقه في الفن، الا انها ما استمرتش في الوضع ده كتير وبقت واحده تانية خالص. وبكل احقيه نقدر نقول ان هنا الزاهد هي انجح واحده في بنات جيلها كلهم. البدايه كانت سنه 2002 لما ظهرت هنا في اغنيه بابا فين الشهيره اللي غنتها فرقه فري بيبي، وكانت من انتاج نصر محروس. الاغنيه كانت ضربه جدا في الوقت ده، وكل الاطفال حافظينها والكبار كمان والله، وكانت بالمعنى الحرفي ترند الزمن ده. هنا وقتها كانت لسه طفلة صغيرة، ورغم كده خطفت الأنظار بجمالها وملامحها البريئة، ولحد دلوقتي والله هي خاطفة الأنظار. يعني كانت واحدة من الأطفال اللي بيرقصوا ويغنوا في الفيديو كليب، وده يعتبر أول ظهور ليها قدام الكاميرا، رغم إن ظهورها كان بسيط جدا ومحدش كان يتوقع إن الطفلة دي هتبقى نجمة كبيرة بعد كده. بس لما شهرتها زادت الناس رجعت تدور على الكليب، وابتدوا يربطوا إن البنت الصغيرة الجميلة دي تبقى هنا الزاهد، وده خلى ذكريات طفولة كتير ترجع للناس اللي كبروا على الأغنية دي. فخلونا نقول إن بابا فين كانت خطوة صغيرة فعلا، لكنها فتحت الباب قدام هنا علشان تدخل عالم الفن على الأقل. وعدى شوية سنين وهنا كبرت فيهم علشان تبدأ بعدها مشوارها الفني الحقيقي. وخلوني أقول لكم إن بدايتها من عالم التمثيل ما كانتش من فراغ، لأنها من عيلة فنية، فوالدتها كانت متجوزة الفنان الراحل طلعت زكريا، وده أكيد ساعد هنا إنها تدخل المجال ده. أما بدايتها الحقيقية كممثلة كانت سنة 2009 مع الفنان محمد صبحي في مسلسل ونيس، وبعدها ظهرت سنة 2014 في فيلم خطة جيمي مع المطربة ساندي، وكانت طالعة بدور البنت الشريرة، أو خليني أقول اللي شايفة نفسها حلوة. تعبيطه بنتي دي قدامها يومين هيزهق منها ويرجع لها. وحصل سوء تفاهم بين ساندي وهنا في وقت من الاوقات. الحكايه بدات لما ساندي اتسالت في احد البرامج هي زعلانه من مين في الوسط الفني، فقالت شويه اسامي ومنهم هنا الزاهد لانها ما باركتلهاش على الالبوم الجديد بتاعها، وقالت ده انا اللي مكتشفاها في فيلم خطة جيمي. تقول انه من الحاجات الوحشه اول فيلم عملته، اني اول فيلم عملته هو كان فيلمي، وانا من مكتشفي هنا الزاهد يعني. فوقتها هنا زعلت وردت بان الاستاذ محمد صبحي هو اللي اكتشفها في ونيس سنه 2009، وفضلت المناوشات دي سنه كامله، ولكن لان الاثنين قلبهم طيب اتصالحوا، وده لما هنا باركت لساندي على ألبومها الجديد بعدها. وبعد كده بدأت هنا تظهر في مسلسلات تانية زي الميزان وفرق توقيت، ثم سنة 2017 بشخصية جاسمين في مسلسل في اللالا لاند. انا طول عمري كانوا بيقولوا عليا ان انا احلى واحده في العيله. وخلوني اقول لكم بقى ان الشخصيه دي بالذات من اكتر شخصيات هنا اللي معلمه مع الاطفال. انا شخصيا اعرف طفله لما بتشوف صور هنا بتقول عليها جاسمين، وبتحبها اساسا بسبب الدور ده. بس اللي خلى الناس تبتدي تركز اكتر واكتر مع هنا لما شاركت في مسلسل سك على اخواتك مع علي ربيع، وده كان سنه 2018. الدور ده عمل نقله كبيره ليها وخلى الناس تبتدي تشوفها كممثله كوميديه ليها مستقبل كويس. يا ابن اللعيبه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ومن ساعتها لحد النهارده وهنا الزاهد وعلي ربيع اعز صحاب، لا صحاب جدا يعني. كمان جمال هنا وملامحها الطفوليه خلتها تكون فتاه احلام جيل من الشباب، وده ساعدها انها تكون افضل اختيار للمخرجين في دور البنت الجميله الكيوت. ثم بعدها نشوفها في دور درامي في مسلسل ايوب مع النجم مصطفى شعبان، وندخل على سنه 2018 وتتخطب هنا الزاهد للفنان احمد فهمي، وده بعد قصه حب قصيره ما بينهم، والسوشيال ميديا تتقلب كلام عنهم ونشوفهم في كل البرامج، والكوكب كله كان بيتكلم عن خطوبه هنا واحمد. انتوا حبيتوا بعض ازاي؟ كان فاكرني بيها اصلا في الاول. الكواليتي دي مش موجوده في مصر قوي. خلاص الموضوع يدخل جد بقى ومش عارفه ايه، وشفتي مامتي وبتاع، فخلاص قلت له ماشي. وتبدا قصه هنا الزاهد مع احمد فهمي، ثم يعملوا فرح اسطوري حضروا كل نجوم الفن والمشاهير في مصر، الفرح اللي الناس قعدوا تقريبا اسبوع بعده يتكلموا عليه. ثم سافروا لشهر العسل فيتحول لشويه كوارث كده، هنا تتعب وتروح المستشفى وتعمل عمليه، احمد فهمي ينزل الصوره فالدنيا تتقلب، وكان واضح جدا ان الحسد عامل عمايله وقتها. وبعدها حاله هنا استقرت الحمد لله ورجعوا مصر علشان تبدا رحله الدويتو الفني بين هنا واحمد. البدايه كانت بمسلسل الواد سيد الشحات، وده يعتبر اول بطوله مشتركه بينها وبين احمد فهمي. المسلسل كان كوميدي جدا، وكل حلقه بتدور في قصه مختلفه، ونجح وكسر الدنيا. الحلاق بتاعي اللي عامل لك الفورمه الجميله دي؟ ايوه. كمل يا سيد. ثم بدأ اسم هنا يكبر من الوقت ده، وتشارك في بطولة أفلام ومسلسلات زي فيلم قصة حب، واللي كان أول بطولة سينمائية رومانسية ليها، وكان بيشاركها البطولة أحمد حاتم، والفيلم عمل نجاح كبير جدا والناس كلها اتأثرت بقصة جميل. انا ساعتها ما رضيتش عشان ما كنتش عارفه انا قد الحب ده ولا لا.
بحبك قوي يا يوسف. ثم نيجي لنقلة مختلفة تماما لهنا الزاهد، وهي سنة 2020، واللي عملت هنا فيه في الوقت ده مسلسل حلوة الدنيا سكر، وكانت البطلة المطلقة في المسلسل وقدمت أكتر من قصة، وكل قصة كان ليها طابع مختلف. المسلسل حقق نجاح كبير وأكد إن هنا تقدر تشيل أي عمل فني لوحدها، وتتوالى الأعمال والبطولات وهنا تكبر أكتر وأكتر. يعني مثلا سنة 2021 عملت فيلم الغسالة، فيلم خيال علمي كوميدي شاركت فيه أحمد حاتم البطولة وحقق نجاح كويس. ثم تعمل فيلم بحبك مع تامر حسني اللي نجح وكسر الدنيا وعمل واحد من أعلى الإيرادات في تاريخ مصر، والفيلم ده خلى هنا في حتة تانية خالص. ايه اللي انت قلتيه ده؟ ما انا توترت، انا اول مره اتحط في موقف زي ده، معلش انا اسف. توترتي ترفضيني يعني؟ ثم نيجي المسلسل سيب ونسيب، ومين ينسى نبيلة الجندي والمسلسل اللي عمل نجاح ساحق. انت عايز بالك جون دي تقف ترقص؟ المسلسل ده حقق مشاهدات عالية جدا، وكانت بتلعب فيه دور بنت بتتعرض لمواقف مضحكة ورومانسية، وكل ده وهنا بتعمل دور البنت الكيوت الرومانسية كده يعني، لحد ما اتفاجئنا انها غيرت جلدها تماما وعملت لنا مسلسل إقامة جبرية. ومع نزول اول حلقتين من المسلسل اللي بيدور في اطار تشويق، بنشوف هنا مختلفة تماما عن هنا اللي احنا نعرفها. بتبتدي اول حلقة بحادثة انتحار زوج سلمى، وبنعرف انها متهمة في القضية دي، ولكن بعد شوية بتثبت براءتها. ثم بعد كل ده بتدخل في حالة اكتئاب، وبتروح لدكتورة نفسية، وبنكتشف انها عندها اضطرابات في شخصيتها، وبعدها بنكتشف انها السبب في اللي حصل لجوزها. انا اللي قتلته. بصراحة أنا كنت بتفرج على المسلسل في الأول من باب الفضول يعني، لكن بعد أول حلقتين عجبني المسلسل جدا، خصوصا إن هنا الزاهد غيرت جلدها وخرجت من عباءة البنت الكيوت الباربي، ومستنية أشوف باقي الحلقات وإيه الأحداث اللي هتحصل. هنا عاملة شخصية سلمى المريضة نفسيا قتالة القتلة بمنتهى الاحترافية، وبكل صراحة هي اتفوقت على نفسها جدا في الدور ده. بس اللي مش قادرة أفهمه ليه الناس شايفة هنا الزاهد شريرة في مسلسل إقامة جبرية. يا جماعة البنت ما عملتش أي حاجة غريبة خالص، حبيبها خانها فدسته بالعربية قطعت له رجله، ما طبيعي يعني يا جماعة، أمال هتروح تختار له واحدة ياخدها معاها؟ ولما جوزها زهق وقال لها انه عايز يطلقها رميته من البلكونه. جماعه واحد بتحبه ومش عايزاه يسيبها، فقررت تسيبه الدنيا كلها. جدعه. وحدفت البنت اللي بتحب حبيبها الجديد بميه نار، وده ان دل على شيء فانما يدل على الحب والغيره. ما هو محدش قال للبنت دي برضو تحب نفس الشخص اللي بتحبه سلمى، لا طبيعي جدا اي واحده مكانها اكيد هتعمل ده. كل الدعم يا سلمى يا حبيبتي.